عايز تبقى لاعب مهاري وعندك مهارات رائعه جدا، عايز تبقى مراوغ عالي وعندك التحكم بالكوره والمهارات عاليه جدا جدا جدا. ففي فيديو النهارده هيكون معانا مجموعه من المهارات للاعبين برشلونه، وهي افضل مهارات لاعبين برشلونه على الاطلاق. هنشوفها مع بعض ونتعلمها خطوه خطوه مع بعض. ندخل على الانترو وبعد كده نبدا على طول. السلام عليكم، انا احمد سيد مدرب كره قدم ومطور اداء للاعبين. جبت لكم النهارده مجموعه من المهارات الرائعه والحلوه جدا اللي هتطور كل واحد فيكم، وهي مجموعه مهارات لنادي برشلونه. هي مهارات الصراحه مهارات رائعه جدا جدا، ومهارات هتقدر تتعلم منها حاجات كتير قوي في الفيديو ده. بس طبعا كده قبل ما نبدا، لايك الجميل وسبسكرايب للقناه لو انت جديد، وكمل الفيديو للاخر عشان هتستفاد كويس جدا جدا جدا. ويلا بينا نبدا في اول مهاره. اول مهاره زي ما انتم شايفين كده هي مهاره البودي فينت. وزي ما شايفين كده اللاعب عمل تمويه بجسمه جامد جدا على ناحيه اليمين، وبعد كده خدها بالرجل الثانيه. حركه رائعه جدا ومميزه جدا جدا، وتقدر تتعلمها بسهوله. اهم حاجه تتعود على البودي فينت قبل ما تعمل المهاره. مهاره رائعه، مهاره كويسه جدا، مهاره تقدر تستخدمها كويس جدا في الملعب في المراوغه، لان انت لما بتروح بجسمك الخصم تلقائيا بتلاقيه راح معاك في الناحيه الثانيه، فتقدر انت بالرجل الثانيه على طول تعدي. اتعلمها بالراحه، خدها واحده واحده تدريجيا، وبعد كده ابقى اعملها بسرعه، وبعد كده ابقى نفذها. يعني بتجيب الكره قدامك وتحاول انك تعمل الفنتات في الاول لوحدك كده، وبعد كده بتنفذها في خصم قدامك، وهتكون معاك سهله جدا، وهتكون معاك كويسه جدا مع التدريب عليها ومع اتقانك للمهاره والعمل المهاره دي. ندخل على تاني مهاره، يلا بينا. تاني مهارة الصراحة من المهارات الحلوة جدا والرائعة اللي انا شايفها برضو، ان هو عمل 7 وبعد كده بوش رجله الخارجي راح واخدها الناحية التانية. حلوة جدا، اللي هو خده بسبعاية، يعني خدها من رجل لرجل، وبعد كده عمل فنت واخدها بالرجل التانية على طول. مهارة حلوة جدا تعود فيها على السبعة الأول، وبعد كده بتعدي. وبرضو على حسب مكانك في الملعب ممكن تعمل السبعة لوحدها وتعدي لو الطريق فاضي، لكن لو لقيت خصم قدامك تقدر تحطها من رجليه. كل ده تحكمك على الكرة الزيادة وأسلوبك في اللعب، وإنك إزاي تقدر تتحكم في الكرة أكتر. كل ما تتحكم في الكرة أكتر كل ما تلاقي الحاجات دي معاك كويسة جدا وسهلة جدا، وهتلاقي الأسلوب ده معاك مميز جدا جدا جدا. بس بعد ما تبقى خلاص ممكن التحكم بالكرة بأسلوب جيد جدا. ندخل على المهارة اللي بعديها، يلا بينا. المهارة دي من مهارات ليفاندوفسكي اللي هي الفيك شوت. عمل ان هو هيشوط او هيرفع، راح واخدها على طول. الخصم اللي قدامه راح رافع رجله، افتكر ان هو هيشوطها او هيرفعها. فدي حركة ومهارة من المهارات الرائعة جدا والخادعة للخصم، لان انت بتشتت المدافع اللي قدامك ان انت هتعمل حاجة وبتعملها الحاجة اللي عكسها، وبتاخدها في طريق تاني وبتعدي وبتمر. بس اهم حاجة تعود على السرعة. حاول انك تعملها كتير، فكر كده فيها وانت بتعملها. يعني جرب كده تكون رايح مثلا وخصم بيجري جنبك، تقوم عامل ان انت هتشوت واخدها كده، هتلاقي هو رافع رجله وانت عديت. جربها مره واثنين وثلاثه، ما نفعتش في الاولانيه جت معاك غلط، مرن عليها. لو هي خلاص معاك مش بتيجي، اعملها اكتر واكتر لحد ما تيجي معاك. هتيجي معاك، ولو انت اصلا لعيب كوره وكويس هتلاقيها تيجي معاك على طول. هي حركه رائعه جدا، حركه مميزه، تستخدم دماغك فيها وانت بتعملها، وبعد كده تلاقيها معاك سهله جدا ومميزه جدا، تقدر تستخدمها كتير جدا في ماتشاتك. واوعدك ان هي هتفرق معاك في الاداء باسلوب كويس جدا. ندخل على المره اللي بعديها، يلا بينا. شفتوا رقم 22 ده عمل ايه الصراحه؟ يعني انا شايف اللي هو عمل مهاره من المهارات كويسه جدا. بص، صاحب الكوره وعمل ان هو هيروح في اتجاه، راح حاططها بين رجليه. قمه التحكم، قمه السيطره هي اللي خلته يقدر يعمل دي. تعود على الحركه دي، تعود انك تعمل الحركه دي كتير. تتعود على مجموعه المهارات اللي انت بتشوفها، تعود على اي مهاره انت بتشوفها انك تعملها وتنفذها، سواء من اي لاعب، سواء انت بتتفرج على ماتش. تتعود انك تعمل الحاجات دي، هتلاقي نفسك اسلوبك اتغير وبقيت لعيب مهاري وبقيت لعيب كويس جدا. بقيت تعرف تعمل مهارات. كل ما تشوف الحاجات دي، كل ما تيجي في دماغك، كل ما هتلاقيك اصلا انت بتعملها تلقائيا. هتلاقي خلاص الدنيا معاك اتفتحت في المهارات. بص الحركه دي اتعملت ازاي، بص ودى الخصم ازاي وحطها بين رجله ازاي. ثقه، اقسم بالله ثقه مع تحكم مع فهم، هو اللي خلته يعمل الحركه دي، هو اللي خلته يعدي بالاسلوب ده. زي ما بقول لكم كده، شغلوا دماغكم في الحاجات دي وانتوا هتقدروا الصراحه ان انتوا تعملوا الحاجات دي. زي ما صعبه معاك، شايفها صعبه معاك، تعود على الفنتات مع انك تلمس كل كده. تعود على البادي فينت والحاجات دي. الحاجات دي الصراحه هتفتح البادي فينت والكلام ده، هيفتح معاك
كميه من المهارات العاليه جدا الصراحه. يعني هتلاقي نفسك اصلا انت عندك كم مهارات غريبه، وممكن تبتكر انت حاجات لنفسك جديده لو انت متقن في اساسيات المهارات ومتقن في التحكم الجيد ومتقن في التحكم الكويس جدا. ندخل على المهاره اللي بعديها، يلا بينا. مهاره التشوب من المهارات الصراحه الرائعه جدا، وحاول انا بقولها لكم برضو في كذا حاجه. المهاره دي رائعه جدا. بصوا انا عجبتني دي عشان هو استخدمها في مكان ضيق، استخدمها وخلاص رايح استخدمها في مكان ضيق جدا، هو خلاص قرب يطلع على المرمى، قرب يطلع عند الكره تبقى ضربه مرمى خلاص، راح ومفيش طريقه غير اللي هو يرفعها او ياخدها كده، عمل اللي هو يرفعها راح واخدها بطريقه التشوب. صراحه مهاره رائعه وليها تعلم كتير جدا، ان انت بتاخد الكوره من اليمين للشمال، هتلاقي معاك الموضوع سهل جدا وهتفرق معاك جدا 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 في تنفيذ المهارات الفترة اللي جاية. لو انت اتقنت المجموعة دي، لو انت عرفت بجد انك تعمل الكلام ده، هتلاقي فرقت معاك جدا 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 في المهارات، وتلاقيك الصراحة وهتكون لعيب كويس جدا. التشوب دي مهارة حلوة، استخدمها اللعيب ده باسلوب مميز، واستخدمها في حتة مميزة جدا، قدر ان هو يعدي بكل سهولة. ندخل على المهارة اللي بعديها، يلا. مهارة الفيك شوت دي انا بشوفها بتعمل كتير، يعني بتعمل كتير. بص مرة خدها كده وشوط، ومرة خدها كده في كده لعيب تاني. الصراحة المهارة دي حلوة، المهارة دي زي ما انتم شايفين كده. بص مش شرط انك ترفع بس تاخدها وترفع بس، ممكن تاخدها من الجنب وتشوط. الصراحة المهارة دي انا شفتها دلوقتي في الفيديو ده كتير جدا من لعيبة برشلونة بتعملها. حاول انك تعمل المهارة دي بجد والله هتفيدك كويس جدا. حتى لو انت خلاص عند منطقة الجزاء، ممكن تعمل ان انت هتشوط، تلاقي اللعيبة اتزحلقت معاك وتاخدهم كده وتشوط بالرجل تاني. جربها ومش هتندم، واوعدك ان هي هتفرق معاك كتير جدا. ندخل على المرة اللي بعديها، يلا بينا. الكورة كانت جاية له، حط رجله بس كده لمسة بس من تحت الكورة عشان الكورة تطلع لفوق، فاهم؟ ضربها كده على الارض، الكورة طلعت من فوق الخصم وعدت واستلمها بكل سهولة. مهارة صراحة رائعة، مهارة كويسة جدا جدا جدا. المهارة دي كان ليها برضو تعليم في القناة، قدرت ان انا افهمها لمجموعة من الناس. حاول انك تفهمها، هتفرق معاك كويس، هتعجبك، هتخليك لاعب عندك القدرة ان انت تعمل الحركة دي بس في مكان معين. الحركة دي انا ما افضلهاش تعمل كتير جدا، غير لما تكون مثلا كسبان ومستريح وعايز انك تعمل شو كده، تعمل شكل جميل كده ليك. الصراحه انا شايف ان المهاره دي استخدمها وانت بتعمل شكل ليك جميل. يعني انت لما تعملها في الخصم او في الجون او في اي حد، الصراحه هتفرق كتير جدا، هتعمل لك شكل كويس جدا جدا في الملعب. اهم حاجه تتقنها كويس، تتعلمها كويس، تعرف الاسلوب هي بتيجي ازاي، تحاول تعملها بباص الكوره بتيجي في الحته وتجيلك، تعملها كتير، تخلي حد يبصها لك، تعملها كتير عشان تكون متقنها وحافظها قبل التنفيذ، وبعد كده تنفذها في الملعب براحتك. بس زي ما بقول لكم كده، ما تنفذهاش وانت خسران، نفذها وانت كسبان عشان تعمل الشوط كويس ليك والشكل الرائع ليك. ندخل على المهاره اللي بعديها، يلا. مد ظهره للخصم فسحبها لقدام، بعد كده رجعها لورا بسرعه ولف جسمه، قدر ان هو يخدع الخصم التشتيت ان هو يطلع لقدام. الخصم ما توقعش ان هو يرجع لورا باللمسه اللي عملها دي، باسفل قدمه لمسها كده، عدى بكل سهوله، عدى باريحيه. صراحه شابوه على الحركه دي، حركه الصراحه مميزه وحركه رائعه، صراحه يستحق كل التقدير على الحركه دي. صراحه عجبتني جدا جدا جدا، ويقدر انه ينفذها باسلوب بسيط جدا واسلوب كويس واسلوب حلو، ويقدر انه يراوغ بكل سهوله. اهم حاجه شوف انت هتعملها فين وامتى وازاي. زي ما اقول لك دي تعملها على الطرف، حاول تعملها على طرف الملعب، حاول تعملها في مكان اصلا ما يكونش وراك فيه ناس، ما يكونش وراك فيه لعيبه، عشان تقدر تعدي بسرعتك، تقدر تعدي وتجري. وممكن تعدي برده وتاخدها برجعه تاني على حسب فنيتك وعلى حسب اسلوبك. كل ما تبتكر اكتر، كل ما تبقى عندك اسلوب اكتر، كل ما تقدر تنفذ وتعمل الحاجات دي باسلوب احسن واريح بكتير عن الاول. ندخل على المره اللي بعديها، يلا بينا. نفس المهاره او قرب منها شويه، بس المره ده لعيب تاني وحط له كوبري، وحط له المره دي وهو خلاص في ظهره، يعني ما كانش مطرف زي اللعيب الاولاني، لا كان في ظهره على طول وبيمد عشان ياخد الكوره. حط له باسهل رجل بين رجله، وقدر ان هو يلبسه كوبري وعدى من الناحيه الثانيه بكل بساطه زي ما انتم شايفين كده. قدر ان هو يعدي بكل سهوله، استخدم الذكاء واستخدم الحركه دي عشان يعدي بكل سهوله زي ما انتم شايفين. ندخل على المره اللي بعديها، يلا بينا. رائع اللاعب رقم 33 ده، اللاعبين ضغطوا عليه فهو استنى ثغره معينه من النص،
الصراحه عملها باسلوب ذكي جدا، اسلوب كويس جدا. اللعيبه كانوا داخلين عليه، راح رافع الكوره من بينهم بالنص وعدى. لو هم حد لمسه هياخد ضربه جزاء، لانه خلاص عدى الكوره من نصهم وبيجري من غير كوره وفي منطقه الجزاء، فخلاص يعني شغل دماغه، قدر ان هو الصراحه يستفيد من الكوره دي باكتر كم، لانه هيسيبوه يعدي خلاص. هم مدين ظهرهم، يعني هم مدين للمرمى ظهرهم، فعقبال ما يلفوا فيها ثواني هيكون هو اصلا راح للكوره وعدى. فشغل دماغه الصراحه، اللاعب ده شغل دماغه في الحركه دي كويس جدا جدا جدا. وبكده خلص حلقتنا النهارده. لو انت استفدت مني ولو بنسبه صغيره اعمل لايك سبسكرايب للقناه.